بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. الدروس الخصوصية أزمة كبيرة بتواجه كل الأسر المصرية. المدارس من الطلاب أصبحت مهجورة، والسناتر بالطلاب أصبحت معمورة. عاوزين نطور التعليم في مصر. جبنا وزير تربية وتعليم جديد، الدكتور محمد عبد اللطيف. الراجل ده يا جماعة جاي بفكر معين عاوز ينفذه على مستوى الجمهورية. مش هيقدر ينفذ فكره إلا بتعاون كل الأجهزة الرقابية وكل المحافظين في المحافظات. الوزير الجديد عاوز يمنع الدروس الخصوصية. مش هتقدر تمنع الدروس الخصوصية معالي الوزير إلا ما يكون فيه التزام في المدارس، فيه التزام من المدرسين في المدارس، فيه التزام من الطلاب في المدارس. الراجل جاي بفكر معين عاوز ينفذ البصمة في المدارس، عاوز ينفذ البصمة للمدرسين وعاوز ينفذ البصمة للطلاب. لو قدر يعمل كده الراجل ده هينجح في فكره، هينجح في رؤيته، هيقدر يطور التعليم في مصر. الدولة جايبة وزير تربية وتعليم على أعلى مستوى علشان المواطن البسيط، المواطن البسيط اللي بيكح تراب في الدروس الخصوصية، المواطن البسيط اللي امبراطور الكيمياء نحل وبره زي ما بيقولوا، المواطن البسيط اللي أسد الرياضيات نظفه، المواطن البسيط اللي عاوز يعلم ولاده ومش قادر. الدولة بتساعده، الدولة بتسنده. علشان كده عاوزين تعاون من كل الأسر المصرية مع تعليمات الوزارة. الوزارة يا جماعة السنة دي إن شاء الله يعني هتشدد على غياب الطلاب. السنة اللي فاتت والسنين اللي قبل كده كان الطالب بيروح المدرسة، المدرسين اللي في المدارس أصلا بيقولوا له انتوا جايين ليه؟ روحوا. المدرسين اللي بيروحوا الطلاب وبيروحوا من امتى؟ من اول اسبوع او تاني اسبوع في الدراسة. علشان كده الدولة يا جماعة لازم يعني يبقى فيه شدية، لازم يبقى فيه جدية، لازم يبقى فيه رقابة على كل المدارس، رقابة على كل المدارس. اللي يغلط يتحمل غلطه، واللي يجتهد في شغله نكافئه. عاوزين نكافئ المجتهد ونحاسب المخطئ. مصر يا جماعة دولة كبيرة. في ناس كتير تقول لك الدولة مش هتقدر على ان هي تنفذ. بقول لك مفيش اكتر من ازمة الدولار اللي عدت بها البلاد في الفترة اللي فاتت، والدولة قدرت بعون الله عز وجل وبالتفكير السليم وبالتخطيط السليم ان هي تقضي تماما على ازمة الدولار. الفترة الحالية الدولة بتتجه الى الدروس الخصوصية، وبقول لك ان شاء الله الدولة هتنتهي من الدروس الخصوصية. المحافظين كل محافظ في محافظته يقدر يعمل كل حاجة. انت رئيس جمهورية المحافظة، انت كلمتك مسموعة في كل حاجة، قراراتك لازم تنفذ. والاجهزة الرقابية اللي ما ينفذش يروح يشوف مصلحته. يا جماعة المواطن المصري البسيط بيكح تراب، المواطن المصري البسيط بيكح تراب، عاوز يعلم ابنه ومش قادر. فبيعمل ايه؟ نظرا لاغلاق المدارس، نظرا ان المدارس كلها مغلقة، المدارس مهمشة، المدارس في السنين اللي فاتت لا حول لها ولا قوة. السناتر معمورة، السناتر بالطلاب اصبحت معمورة، والمدارس مدارس وزارة التربية والتعليم بالطلاب أصبحت مهجورة. عاوزين نتعاون يا جماعة، الأسرة مع الوزارة مع المحافظة، عاوزين نتعاون كلنا من أجل أبنائنا، من أجل أحفادنا، علشان نطور التعليم في مصر، علشان نعلم ولادنا تعليم يليق بهم. وأيضا رسالتي لوزارة التربية والتعليم، نظرا لغلاء الأسعار ونظرا للعيشة المعيشية الصعبة اللي بيعيشها الشعب المصري، عاوزين نبص للمدرسين شوية، عاوزين نبص للمدرسين شوية. المدرس في حالة التزامه، في حالة حضوره إلى المدرسة،
في حالة إن هو بيشرح حصصه، في حالة إن هو بيعمل اللي عليه، يبقى الراجل ده يا جماعة لازم نزود مرتبه، لازم نعيشه عيشة كريمة تليق بالمدرس. المدرسين يا جماعة، العلماء هم دول المدرسين، دول ورثة الأنبياء، لازم نكافئهم، لازم نعيشهم عيشة كريمة. هي نظرية صعبة على وزير التربية والتعليم، لكن مش صعبة على الدولة المصرية. الدولة المصرية لو خدت قرار إن هي تنفذ البرنامج اللي جايبه وزير التربية والتعليم هتنهض البلاد، لأن التعليم يا جماعة عليه دور كبير قوي. لا تنهض الأمم إلا بالعلم، لا تنهض الأمم إلا بالعلم، ولن يكون للأمة كرامة إلا بالعلماء. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وإن شاء الله تنهض مصر وينهض التعليم في مصر في ظل قيادة سليمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كل الشكر والتحية.